السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المشاهدين. وحشتوني بعد الغيبة الطويلة قوي ديت. ولكن رجعت لكم بحاجات جديدة إن شاء الله هتعجبكم، وإن شاء الله بإذن الله يعني هحاول على قد ما أقدر إن أنا أكون متواجدة معاكم الفترة اللي جاية دي على قد ما أقدر. معلش أنا بعتذر لكم لكثرة انشغالي، ولكن أنا بتمنى إن أنا أكون معاكم على طول وأقدم لكم كل جديد. لكن إن شاء الله ربنا يسهل ونكون مع بعض ونتعلم حاجات جميلة ومفيدة إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم مع بعض طريقة عمل سبحة بشكل جديد. كل سنة وانتم طيبين. رمضان تبقى ماسكين فيها السبحة بشكل جديد وانتوا اللي عاملينها ومصممينها، وإن شاء الله يكون معاها الميدالية بتاعتها، فبتبقى شكل جديد ومتميز، وإن شاء الله تنول إعجابكم بإذن الله. وما تنسونيش لو عجبكم إن شاء الله الفيديو، يا رب يكون كده خير إن شاء الله. ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب. نبتدي ونشوف الأدوات بتاعتنا المطلوبة إيه علشان ما نطولش. تمام، يلا نبتدي مع بعض واحدة واحدة. الأدوات بتاعتي المطلوبة طبعا احنا عارفين القصافة ديت، قصافة، واللي هي دي الأدوات بتاعتي اللي بفك وبقص بيها. سلك اهوت، في منه فضي وفي منه ذهبي، بيتباع كده عشان بلضم بيه السبحة، وده بيكون أحسن على فكرة من الخيط البلاستيك. الخيط البلاستيك ما بيستحملش وبيتقطع بعد فترة، لكن ده بيعيش معاكي فترة كبيرة جدا، ما بيجروش أي حاجة وما بيتقطعش، وهو برضو مش غالي ولا أي حاجة. يكون معايا الدلاية، هيكون معانا شرشوبة السبحة، الدلاية عشان لما نبقى نعمل الميدالية، وديت العليقة بتاعت الميدالية نفسها، ودي العليقة بتاعتها. تمام، ودي الشرشوبة بتاعت السبحة. انا هعمل السبحة لونين مش لون واحد، ما تبقاش التقليدية اللي احنا عارفينها. انا كنت عملت منها ديت حاجة اهيت اصفر في اسود، يعني حاجة جديدة. قلت يعني نبتكر بقى في حاجات جديدة، بلاش السبح التقليدية، وعاملة منها برضو التقليدية اللي هي لون واحد. كل واحد طبعا وذوقه واللي بيعجبه ينفذ اللي هو عايزه باللون اللي هو عايزه اللي يتناسب معاه اهيت. فشوفوا انتوا بتاكلوا وجربوا واشتغلوا، وده هتبقى حاجة جميلة كفاية ان انتوا عاملينها بايديكم. طب كده احنا عرفنا الادوات. السلك خلاص قلنا عليه، كريستال ابيض، تمام اهوت، كريستال اسود، تمام. البيجي ده الفضي ده فواصل، تمام، ودي فواصل اللي هنشتغل بيها، وده قفل عشان اقفل بيه السبحة، تمام. وده الستوبر اللي هو الحبات الصغيرة قوي ديت اللي بقفل بيها على السبحة عشان ما تفكش مني. طيب انا عشان الوقت بتاع الفيديو ما طولش عليكم، انا كنت لاضمه السبحة معايا اهي بالشكل ده اهيت، تمام. ولسه ما قصيتهاش عشان نقصها مع بعض، انا بسيب فيها شوية طول كده اهيت. انا بلضم عادي خالص الكريستالات، الحبات الكريستال بلضمها كلها مع بعضها، تمام. وباجي اسيب حتة طول كده اهوت، تمام. بروح قصاها بالقصافة بتاعتي علشان اكملها بقى واقفلها، تمام اهيت. بس كده احنا مش عايزينها. باجي بخلي الطولين زي بعض بتاع السلك اهوت. هاجي باخد الكريستالات بتاعتي، انا هنا كنت نهيها بابيض، هاجي اكملها مثلا باسود عشان اعمل لها كونتراست كده يمشي مع بعضه. بدخل السلكتين يا جماعه مع بعض في الخرزه. حبيت ايه دي بقى اللي ايه احنا هنقفل مع بعض، لكن هي انا بعبيها الخرز في السلك عادي خالص، وبأي طريقة سادة، او ان احنا نعملها لونين مع بعض كده، مفيش اي حاجة. دي حاجة ترجع لكم انتوا. ادي السلكتين مع بعض بضمهم وبدخن فيهم الكريستالة، ادي واحدة
اخد واحدة بيضة تبقى كمنظر بس جمالي كده، واحدة سودا وواحدة بيضة. اخد واحدة سودا كمان اهيت، ادخلها برضو سلكتين مع بعض تمام كده اهيت. بسيب بقى كده حتة كده فراغ علشان لما اجري البيض كده واسبح تمام. هاجي بعمل برضو سلكتين مع بعض، باخد القفل بتاعه اهوت، في من ظهره هنا فتحة، بروح مدخلة سلكتين مع بعض اهي كده اهوت، بنزلها للاخر تمام. باجي باخد بقى الاستوبر دوت، هو صغير قوي كده اهوت، بلية صغنونة قوي تمام كده. بدخل برضو سلكتين مع بعض فيها اهوت كده تمام. بجيبها للاخر، سايبه انا الحته ديت كده اهيت عشان اجري فيها السبحه اهي في الفيديو اهي علشان تتحرك معايا تمام. وباجي بقفل على الاستوبر ده علشان اضمن ان هو مسك كويس، بضغط عليه ضغطة بسيطة كده اهي تمام كده عشان خلاص كده ما يتحركش معايا. الزيادة ديت بقصها بالقصافة. خلاص انا خلصت كده، باجي بقفل القفل بتاعها، بضمه كده على بعضه، بضغط عليه كده اهوت، بقفلها. باجي بكون محضرة الشرشوبة بتاعتها اهيت، فاتحة فيها الحلقة بتاعتها عشان اركبها اهي تمام. يا جماعة بقفل عليها كويس وكده. عملت مع بعض سبحة جميلة وشيك وبسيطة جدا اهيت. ركبنا الشرشوبة بتاعتها، ما خدتش مني وقت خالص، طلعت حاجة جميلة حاجة شيك وانا اللي عاملاها بايديا. وكل سنة وانتم طيبين. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. ما تنسونيش لو الفيديو عجبكم باللايك وسبسكرايب، وان شاء الله استنوا مني كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين. هنعمل الميدالية في حلقة تانية عشان ما اطولش عليكم. يلا باي باي، مع السلامة.